حته بقى الانسولين، وحضرتك تقول برضو مش بس الانسولين له علاقه بالسكر بس او السكريات البسيطه، لكن البروتين واللي بيستفزه اكتر واللي يخليه يعمل ان الدم يعني اللي هو حته بقى رمضان. انا نفسي افهم بقى هو يعني حته ما تشرس الانسولين، تحس ان هو هيطلع عليه انت قاعد جعان جعان ومره واحده اكلت بيبدا ايه بقى يعني ما تشرس هيعمل لنا ايه؟ احنا ممكن نقول ان الانسولين ده سلاح ذو حدين. ممكن استخدمه ان انا ما اكلش سكريات بشكل كتيره، فبالتالي هيبقى فيه تحفيز بسيط للانسولين، فبالتالي التحفيز البسيط ده هيحافظ على معدل الحرق وهيمنع دخول الجسم في حاله الثبات او حاله ان انا مش عارف اخس الدهون بتاعتي. طيب الشكل الثاني بقى والشكل الجانب الاخر من الانسولين ان انا اكل سكر كتير واكل كربوهيدرات كتير، ده هيحفز الانسولين بشكل كتير جدا وبشكل كبير جدا، فالانسولين يعني عنيف جدا في الشغل بتاعه، وبالتالي برضو فترة شغله وفترة بقائه في الجسم لا تتعدى ساعتين ثلاثة. يعني هو في خلال ساعة ساعتين ده خلاص قام بكل الوظيفة بتاعته. اي اكل كارب حضرتك كلته في خلال ساعة ساعتين بيختفي من الدم تماما، لا اما في شكل طاقة لا اما في شكل جلايكوجين لا اما في شكل فات. فلما اكون انا بقى صايم فترة طويلة، طول الفترة دي انا ما بحفزش الانسولين نايم في بيتهم وقاعد ومنتخ وزي الفل، جيت انا فجأة رحت واكل كارب كتير جدا، الكارب ده هيعمل ايه؟ هيحفز، يا ده الانسولين خبط الحق ده فيه كارب كتير جدا، فيبدا الانسولين يطلع بنسب كبيره جدا وتحفيز كبير جدا، فيبدا يتغاب على جسمي. يتغاب على جسمي يعني ايه؟ يعني ياخد كل الكارب ده ويحرقه بشكل سريع جدا، فبالتالي احنا قلنا اخر مرحله بيتحول لدهون، فيبدا نسبه كبيره جدا من الكربوهيدرات تتحول لدهون، فبالتالي ده هيبقى شكل مضر جدا وحاجه مش مناسبه خالص، وهتحس بالهبوط والتعب في جسمك. هو اللي بيحفزه البروتين والجلوكوز في طبعا الدم. طبعا. طيب اتفضل حضرتك. البروتين كمان ممكن يحفز الانسولين، بس طبعا البروتين مش هيرفع لي نسبه السكر في الجسم، هيحفز الانسولين، لان الانسولين ده بنسميه انابوليك هرمون، يعني هرمون بناء، يعني من الحاجات اللي بيبني لك بقى دهون، يبني لك عضلات، يبني لك اي حاجه، فبالتالي من الحاجات اللي ممكن يبنيها العضلات. فبالتالي لو انا اكلت بروتينز هيبقى محتاج شويه انسولين ياخدوا البروتين ده ويحطوهم في العضلات، فبالتالي برضو ان انا اكل بروتين ده برضو هيطلع لي نسبه انسولين